كالاماري مقلي مقرمش بطريقة المطاعم، سهل جدا وكتير سهل ينعمل بالبيت. ونفس الشي بصير كمان للمطاعم. رح نعمل كمان شوية ساندويش خارج بيت للولاد للكبار للصغار بأي مطعم. رح تجيبوا أول شي كالاماري، بس الجسم تبعه يكون مفرز أو فريش ما بيأثر. بنشيل العظمة الصغيرة ومنقصه دوائر أو حلقات، مثل ما شايفين حلقات رفيعة تقريبا نصف سنتي. اكيد طبعا هون انا غاسلهم منيح قبل ما اقطعهم. بشيلهم على جنب على وعاء زجاجي او بلاستيك. هلا مشان التتبيله حط معلقه صغيره انا ملح لكيلو تقريبا كالاماري، نصف معلقه بكربونات الصودا، وهذا كتير مهم جدا جدا جدا، ومعلقه صغيره سكر، ومي صودا، مياه غازية، أي نوع مياه غازية. هالثلاث عناصر جدا مهمة، بيعطوا كتير قوام طري جدا للحمة الكالاماري، اللي هي المياه الغازية وكربونات الصودا مع شوية سكر. بيعطوه كتير طراوة وسرعة بالقلي، وسهل جدا جدا، وحتى طعم بيطلع طعم طيب. راح اخذ انا شوية طحين، تقريبا كوب كوب ونص طحين عادي متعدد الاستعمال، وراح احط له معلقة كبيرة معرمة نشاء الذرة وشوية ملح. النشا والطحين بيعطوا طبقة كتير حلوة بالقرشة مع الكالاماري الخارجية. الطبقة الخارجية الرقيقة رح تعمل قرشة ناعمة ما تكون خشنة كتير. بحطهم بالطحين أنا للكالاماري. طبعا هالطريقة هي أنه تحطوه بوعاء بلاستيك وإله غطا، طريقة كتير سهلة ومريحة جدا، لا بتوسخوا حالكم ولا بتوسخوا إيديكم. وبيكون كل الكالاماري أو كل قطع اللحم تعرضت لمزيج من الطحين وتغطت كلها تماما. طبعا ما بنكتر، نحن بنعمل مراحل اللحم. مثل ما شايفين هون تغطت كل القطع الكالاماري بالطحين تماما، وتأكدت انه عندي كل شيء جاهز. بهالوقت انا بكون حميت الزيت، بجرب اكيد الزيت تقريبا اذا عندكم ميزان حرارة بتكون لل 185 190 الزيت. طبعا كلكم بتعرفوا المعلومة الازلية انه ما تحطوا كمية كبيرة بالزيت من قطع اللحم للقلي، إن كان دجاج او لحم او سمك او اي شيء، خصوصا المقلي بطحين، لانه بيلزق على بعضه، بالتالي كل شيء عملناه بيروح هباء منثورا. لذلك حاولوا ما تكتروا كتير بكل مقلاية، رح ياخد دقيقتين لدقيقتين ونص، ما أكتر من هيك. الكاليماري فيه عيب صغير، ليش بجلد أو ليش بيكون قاسي؟ إذا قعد بالمقلاية وقليناه كتير وقت طويل أكتر من 3-4 دقايق رح يجلد ويصير مثل الكاوتشوك. لذلك شغلة دقيقتين فقط، ما أكتر من هيك، دقيقتين ونص بيطلع مثل الزبدة. جاهز عندي هلا. شوفوا كم سندويشة بنعمل فيه، فيكم تقدموه مع بطاطا مقلية مع 2000 مليون شغلة. واهم شيء سندويش مشروع حلو لاي حدا حابب يعمل سندويش عرباية صغيرة او بمحل او بمطعم، سندويش كالاماري مقلي. طبعا هذا الصوص اللي عملته انا هذا مناسب جدا لهيك وصفات، ان كان دجاج ولا سمك مقلي او اي شيء مقلي بالطحين، كتير مناسب وسهل جدا. رود اسلاند اسمه. هو عبارة عن مايونيز، خلينا نقول كوب مايونيز، معلقة كبيرة كاتشب، وتقريبا نصف معلقة صغيرة أي نوع صلصة حارة حسب الذوق، بتزيدوا الحر أو بتنقصوه، وما بده شيء لا ملح ولا شيء. سهل خير الله، وسريع خير الله، وطيب خير الله. وهيك عندنا سندويشة سادة مع شوية بطاطا، فيكم تقدموه مثل ما قلنا مع كتير سندويشات. رح أعمل هلأ سندويشة أنا مع شوية خضرة. جربوها وردوا لي خبر. ناطر تعليقاتكم ورأيكم بهالوصفة السهلة السريعة، وفيكم أكيد تعملوها مع قطع صدور الدجاج الصغيرة. وهيك بنكون خالصين، شغلي فوق البكالوريا. ان شاء الله الف صحة للي عم ياكل وللي بده ياكل وللي بده يعملها. ولا تنسونا من شير ولايك وتق ولاصحابكم اللي بتعرفوهم واللي ما بتعرفوهم. سلامات. بر بر.